بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف ما شاف الجميع فهذه مباراة ديربي، مباراة بداية كانت الأولى عندنا في المشوار. تعرف المباراة الأولى ديما تكون صعبة، لكن هذه أصعب شيء أنها ديربي. لكن حاولنا أننا نبسط سيطرتنا على مجريات المباراة، داك الشيء اللي تأتى لنا. الشوط الأول ما كنا زينين 100%، الشوط الثاني حاولنا نرتب الأوراق ديالنا وسجلنا. هذه طبيعه اللاعب شويه اللي ما تكون عنده خبره، اول ما يسجل يرجع لورا. هذا الشيء اللي خلانا نستقبلوا هدف. انا ما نقدر نعاتب الحكم، هذا خطا. يعني بشر ممكن يغلط كيف ما يغلط الحكم، كيف ما يغلط اللاعب. ما نقدر نقول انه ضربه جزاء مش موجوده ولا موجوده. على العموم تنظر ان كنا نستحق الفوز، ان حتى التعادل ما كنا نستحق التعادل، كنا نستحق الفوز في المباراة. في أسئلة؟ اصحاب المباريات القادمه وخاصه بعد الظهور الطيبه. والله كيف ما قلت صح، اهم شيء هو اننا ما انهزمنا، واهم شيء اننا ادينا. هذا هو المهم كان في المباراه. فالفريق يحتاج شويه تجانس. لو شفنا في بعض اللاعبين اللي كانوا يلعبوا مع بعض السنه الماضيه كانوا اقرب، بعضهم كانوا يمشوا ينقلوا الكره من مكان لمكان، لكن اللاعبين اللي كانوا جداد كانوا ما انسجموا مع اللاعبين الثانيين. كنظن ان مع مرور الدوام ان شاء الله راح يكون سحار، يعني أن يقول كلمه اليوم ان شاء الله. من كان تفصلك دقيقتين او 3 دقائق عن الفوز، صارت كان ممكن تخسر نتيجه المباراه بشكل نهائي. لا ما كنا بنخسر حتى بعد هدف التعادل ما استواش ركله جزاء لصاحب ما يحتسبها الحكم. كان في فرصه يعني. وانت كيف قل وهذيك ضربه جزاء صحيحه؟ الحين خلاص انت تعادلت يعني. ايوه الحين تلعب بعد التعادل يعني. كيف يعني؟ ما فهمت السؤال. انت الحين خلاص تعادلت، بعد التعادل قاعد ضربه جزاء صح ما احتسبت يعني. ايوه صح ملعب حيويه اكثر عن صحاب. اكيد هذه في كره القدم معروفه. اول ما يتسجل كيف ما قلت لك هما اللاعبين روحهم رجعوا، يعني ما انا قلت لهم رجعوا، يعني اللاعب الهاوي ديما لما يسجل يفكر انه يحتفل على الجول، ما يقول نروح نسجل نزيد ثاني. انا طبيعتي ما احب الدافع، احب ندافع في المنطقه، ولكن ما احب الجلس كثير. اللاعبين هما اللي ترجعوا لورا. اكيد بعد كل يعني بعد الجول لما يتسجل على الجول اكيد بيضغط الفريق الخصم، يعني دقيقتين ولا ثلاثه وبعدين ترجع الامور هذه. كما احنا سجلنا بعدين ضغطنا ما سجلنا بعدين رجعت الامور هذه. يعني الشيء الفريق شفته اليوم كيف تتوقع مسيرته في الدوري يعني؟ والله الفريق نقول لك يعني لازم بعد عندنا شغل، لازم الشغل. ما اقول لك فريق توب 100% زين، يعني ما زين 100%. بعد نريد لنا شغل وان شاء الله لما يلتحقوا المحترفين الباقيين ان شاء الله بتكتمل الصفوف. يعني راح نكون يعني الحصان الاسود ان شاء الله في الدوري. في أسئلة ولا شيء؟ أشكر كابتن.